بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام وتم التسليم. وطبعا النهاردة الجمعة 27 سبتمبر، يعني 27/9/2024. النهاردة يوم رياضي جميل جدا جدا، إن شاء الله بإذن الله يكون في حب مصر. طبعا يعني هنبدأ اليوم النهاردة إن شاء الله ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، بيشارك فيها نادي الأهلي ونادي الزمالك. النهاردة إن شاء الله المباراة الأولى للنادي الأهلي هتبقى الساعة 6:30 مساء إن شاء الله بإذن الله، ضد فريق جامعة سيدني الأسترالي. والساعة 9 مساء هتبقى مباراة فريق نادي الزمالك ضد فريق توباتي البرازيلي. طبعا الأهلي في مجموعة التانية والزمالك في المجموعة الأولى. الأهلي معاه فريق جامعة سيدني وفريق برشلونة الأسباني. الزمالك معاه فريق توباتي البرازيلي وفريق فيسبريم المجري. فان شاء الله النهارده المباراه الاولى للفريق الاهلي ضد جامعه سيدني الاسترالي الساعه 6:30 مساء على قناه اون تايم سبورت. والساعه 9 مساء هيبقى المباراه الاولى لفريق الزمالك ضد فريق توباتي البرازيلي. طبعا نتمنى التوفيق لكلا الفريقين ان شاء الله باذن الله يا رب. اهلي وزمالك طبعا قطبين الكره المصريه، ما فيش شك طبعا. تواجد الاهلي والزمالك في بطوله واحده بالشكل ده تبقى يعني شيء ممتاز جدا جدا ومميز. بس طبعا فوجود الاهلي والزمالك في بطوله عالميه زي كده كره اليد شيء جميل جدا جدا، وبتستضيفها مصر ان شاء الله باذن الله من 27/9 لغايه 3/10 ان شاء الله باذن الله. واخيرا الحمد لله رب العالمين هنشوف الملاعب العاصمه الاداريه الجديده، الصاله المغطاه في المدينه الرياضيه في العاصمه الاداريه الجديده هي اللي بتستضيف هذا الحدث العالمي. فان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله باذن الله. ده الحدث الاول النهارده. الحدث الثاني طبعا والاهم والاكبر وهو طبعا السوبر الافريقي لكره القدم بين الاهلي والزمالك ان شاء الله باذن الله الساعه 9 مساء، وهيتذاع على قناه ام بي سي مصر. هيكون في تعليق من مدحت شلبي وفارس عوض، وعلى قناه اون تايم سبورت هيكون طبعا موجود ايمن الكاشف او محمد الكواليني او اي معلق تاني. واحتمال كبير جدا برضه يكون في بس من قناه ابو ظبي الرياضيه مع المعلق الرياضي طبعا عامر عبد الله. الاهم في القصه دي طبعا ماتشات الاهلي والزمالك ما بيكونش فيها اي تكهنات ولا اي اشياء ثابته. هي ماتشات بتبقى ماتشات ليها تفاصيل خاصه جدا جدا صغيره، واللي بيقدر يتفوق على التاني في التفاصيل الصغيره دي بيفوز. طبعا الى جانب التوفيق، طبعا التوفيق طبعا من عندنا ده اول شيء طبعا، والجانب البدني والجانب النفسي والتجهيز اللي قبل المباراه ده بيكون له دور كبير جدا جدا. وان شاء الله يا رب نشوف مباراه لائقه بالكره المصريه الافريقيه والعربيه ايضا ويكون شيء مميز لكلا الفريقين ان شاء الله باذن الله، وما يكونش فيه اي مشكله باذن الله. طبعا النهارده النادي الاهلي هيلبس اللبس بتاعه المعتاد، التيشيرت الاحمر والشورت الابيض والشراب الاحمر. حارس المرمى محمد الشناوي هيلبس الطقم الفسفوري الكامل. اما بالنسبه لفريق الزمالك احنا كلنا طبعا يعني استغربنا لما شفنا ان الزمالك هيتخلى عن التيشيرت الابيض بتاعه وهيلبس تيشيرت لونه اسود، طقم كامل اسود، تيشيرت اسود وشورت اسود وشراب اسود. هو التيشيرت شكله جميل جدا جدا، لكن للاسف مش عليه اي علامه للزمالك. عموما ده شيء يتراءى حسب ما يتراءى للاداره الفنيه ولمجلس الاداره، هم اختاروا انهم يلعبوا باللون الاسود فتمام اوكي. اما بالنسبه لمحمد صبحي حارس مرمى الزمالك فهيلبس تيشيرت من فوق يعني اصفر وشورت او بنطلون اسود. طاقم التحكيم احتمال كبير جدا يلبس ممكن اصفر، والاحتمال الاكبر يعني ممكن نتفاجئ ان طاقم التحكيم هيلبس ابيض، لان خلاص اللون الابيض مش موجود، فممكن طاقم التحكيم يلبس لون ابيض. التحكيم طبعا هيكون بطاقم التحكيم بقياده الحكم الليبي معتز ابراهيم الشلماني، ومعاه مساعد ليبي ومساعد تونسي. اما في غرفه الفار هيكون متواجد اتنين من جنوب افريقيا، منهم سيده رئيسه غرفه الفار، ومعاها حكم تاني جنوب افريقي، ومعاهم الحكم حد ثالث معاهم تونسي من تونس يعني. ان شاء الله رب التوفيق، ويا رب نشوف مباراه لائقه تحكيميا وفنيا
ونقول مبروك للي يفوز. طبعا كلنا عارفين ان ماتش السوبر او ماتشات الاهلي والزمالك قاريا او افريقيا مش كتير قوي، هم 10 ماتشات. فاز الزمالك ماتش واحد بس في السوبر الافريقي عام 1994 بهدف ايمن منصور في الكابتن احمد شوبير. والنادي الاهلي طبعا فاز في باقي المباريات التسعه. ده على مستوى القاري قاريا مش محليا يعني. نرجع ونقول تاني برضو احنا نتمنى نشوف مباراة ممتعة، منافسة محترمة، وتكون الروح الرياضية بين اللعيبة وبين الجمهور يا رب ان شاء الله بإذن الله. ونستعد لما هو قادم كالنادي الاهلي ان شاء الله. احنا عندنا لسه عندنا كمان بطولة الانتر كونتيننتال دي اللي فيفا ان شاء الله 27/10 29/10. طبعا دي بطولة كأس العالم للأندية للقارات، مشارك فيها الأهلي طبعا بصفته بطل أفريقيا. إن شاء الله عندنا ماتش هيبقى يوم 29/10 ضد فريق العين الإماراتي بطل آسيا، إن هو صعد بالفعل لما لعب فريق أوكلاند سيتي وفاز على أوكلاند سيتي 6 أهداف مقابل هدفين. طبعا فريق العين الإماراتي عندهم 20 لاعب محترف، يعني شيء صعب جدا جدا، فريق تقيل بجد يعني. نتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي خصوصا وللكره المصريه عموما ان شاء الله باذن الله في تواجد الاهلي وزمالك في كره اليد في كاس العالم للانديه. زي ما قلنا النهارده ان شاء الله هتتلعب المباراه الاولى، الاهلي ضد فريق جامعه سيدني الساعه 6:30 مساء، وهيتذاع على قناه اون تايم سبورت. وبعدين الماتش الثاني هيتلعب الزمالك ضد فريق توباتي البرازيل الساعه 9 مساء. ان شاء الله رب التوفيق، ونتمنى الروح الرياضيه تعم. ويا ريت بقى بلاش نغمة خليك في النادي بتاعك ما تتكلمش عن النادي بتاعنا. لا يا جماعة احنا كلنا عارفين، واللي مش فاهم النقطة دي لازم يفهمها كويس جدا. النادي الأهلي والزمالك وأي نادي شعبي أي نادي جماهيري ده بيكون ملك الدولة، يعني ملك الشعب. يعني أنا مفيش مشكلة خالص إن أنا أطلع أتكلم بكل أدب وذوق واحترام، أنقد أو أتكلم عن فريق الزمالك أو حد زملكاوي زميلي يتكلم عن فريق الأهلي بكل أدب وذوق واحترام برضو، طالما اني ما جبتش حاجه غلط او تريقه او تنمر. يبقى كل شيء متاح، كل شيء متاح الى يعني لغايه اني انا ما امسش احترام الاخرين. بس فانا بستغرب بس على الناس اللي بتقول خليك في النادي بتاعك مالكش دعوه بالنادي بتاعنا. لو انت مش فاهم حضرتك يعني اسال واحنا نفهمك. شكرا، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.